Greetings. التحية. Today we're gonna talk about how to greet someone in English. النهاردة هنتكلم عن ازاي تحيي شخص بالانجليزي. هنتكلم عن كل الطرق المستخدمة في أرض الواقع وهنتعلم النطق الصحيح للطرق دي. أكيد دي أول طريقة اتعلمتها في حياتك. في البداية خلينا ننطق كل كلمة لوحدها. Hi, how, are, you. يلا بقى ننطق السؤال على بعضه بصورة متصلة. في 3 طرق لنطق السؤال ده. الطريقة الأولى للنطق مش هتخفف أي أصوات متحركة في الكلمات، يعني هتسيب نطق كل كلمة زي ما هي كده. كل اللي هتعمله إنك هتفصل بين الكلمتين how و are. ليه؟ عشان الكلمة الأولى منتهية بصوت متحرك والكلمة اللي بعدها بادئة بصوت متحرك برضه، وطبعا ما ينفعش صوتين متحركين يجوا ورا بعض، لازم تفصل بينهم بصوت ساكن، واحنا اللي بنجيب الصوت الساكن ده من عندنا. طيب بنحدد الصوت الساكن اللي هنضيفه على أساس إيه؟ ولا أنا بضيف أي ساكن وخلاص؟ يعني ممكن أضيف ك؟ لا طبعا، احنا بنختار الصوت الساكن اللي هنضيفه على أساس الصوت المتحرك اللي جه الأول. الصوت المتحرك اللي جه الأول هو أو ساوند. بينطق إزاي؟ أو، واخد بالك؟ منتهي بواو أو، وعشان كده هنستخدم واو ساكنة اللي هي W. هنحط الصوت الساكن اللي هنضيفه ده في بداية الكلمة التانية ونقول how are، وبكده خلصنا قواعد الوصل المستخدمة في النطق الأول. يلا ننطق السؤال بقى. Hi, hi how, hi how are, hi how are you. الطريقة التانية لنطق السؤال ده بتكون كالتالي. بنخفف R sound في كلمة R. يعني ايه بنخففه؟ يعني بنحوله لأقل نبرة صوتية من نبرات R sound ال6 اللي هي شواء R، ودي بتنطق يعني بتقول hour بدل hawar، وبكده يكون النطق التاني hi, hi how, hi hour, hi how are you. الطريقة التالتة لنطق السؤال ده بتكون كالتالي. بنحذف ال R من sound. ليه؟ عشان جه بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن اللي هي you، وبكده يكون النطق Hi how are you. Hi how are you. السؤال اللي بعد كده في البداية خلينا ننطق كل كلمة لوحدها. Hey, how are you doing. يلا بقى ننطق السؤال على بعضه بصورة متصلة. الأمريكانز لما بيجوا ينطقوا السؤال ده بيحذفوا الفعل المساعد are كأنه مش موجود نهائيا، يعني السؤال اللي هتنطقه بالفعل بيكون بالشكل ده. how منتهية بالصوت المتحرك أو sound. لو جه بعدها أي كلمة تبدأ بصوت ساكن هنخفف الصوت المتحرك اللي هو أو sound ل short a، وبالتالي يكون النطق how you doing. Hey, how you doing. السؤال اللي بعد كده في البداية خلينا ننطق كل كلمة لوحدها. Hey, how have you been. السؤال ده بيتنطق بطريقتين. الطريقة الأولى للنطق بيشبكوا بين how و have وبيخلوهم have، ودي منتهية بصوت ساكن. جا بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه you، وفي الحالة دي كل اللي بنعمله إننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الأولى وننطق الكلمتين بدون حذف أو إضافة أي أصوات. يعني بنقول how have you، ودي منتهية بصوت متحرك. جا بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن وبالتالي هننطق كل كلمة لوحدها ونقول how have you been. Hey, how have you been. الطريقة التانية للنطق إن هما بيحذفوا have، يعني السؤال اللي هتنطقه بالفعل بيكون بالشكل ده. how منتهية بالصوت المتحرك أو sound. لو جا بعدها أي كلمة تبدأ بصوت ساكن هنخفف الصوت المتحرك اللي هو أو sound ل short a، وبالتالي يكون النطق Hey, how you been. السؤال اللي بعد كده في البداية خلينا ننطق كل كلمة لوحدها. What's up, bro. يلا بقى ننطق السؤال على بعضه بصورة متصلة. أول حاجة what's منتهية بصوت ساكن، جا بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك اللي هي up، وفي الحالة دي بنشيل الصوت الساكن من نهاية الكلمة الأولى ونحطه في بداية الكلمة التانية ونقول what's up، ودي منتهية بصوت P، وجا بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن شبيه ليه. في الحالة دي بتحذف الصوت الساكن اللي في نهاية الكلمة الأولى وتحط مكانه الصوت الشبيه ليه، وبالتالي هنحذف صوت P من نهاية الكلمة الأولى ونحط مكانه الصوت الشبيه ليه اللي هو B، وبعد كده بتنطق الكلمتين بصورة متصلة وبدون أي فواصل وكأن الكلمتين بيشتركوا في الصوت الساكن ده. يعني بتقول Sup bro, what's up bro. دي الطريقة الأولى لنطق السؤال ده. ممكن بقى نطبق قاعدة وصل كمان كالتالي. كلمة what منتهية ب T وقبلها صوت متحرك، جا بعدها sub
ودي بادئة بصوت ساكن، وفي الحالة دي بإمكانك تحول صوت التي للصوت الساكن اللي موجود في بداية الكلمة التانية اللي هو صوت الأس، وبكده يكون النطق What's up bro What's up bro. وفي العامية بيختصروا الموضوع خالص ويقولوا Sup bro Sup bro. بعض الأشخاص القليلين جدا بيستخدموا الصيغة دي. خلينا نشوف الطريقة الصحيحة لنطقها. أول حاجة what منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك اللي هي up، وفي الحالة دي بنشيل الصوت الساكن من نهاية الكلمة الأولى ونحطه في بداية الكلمة التانية، بس مش هنقف لحد هنا. لو خدت بالك هتلاقي التي وقعت ما بين صوتين متحركين، وبالتالي هنحولها لصوت اللايت دي ونقول what up What up bro What up bro. السؤال اللي بعد كده، بنستخدم الصيغة دي مع شخص انت ما شفتهوش بقالك كتير. في البداية خلينا ننطق كل كلمة لوحدها. long time no see house life. يلا نشوف ازاي هنربط بينهم. اول حاجة long منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه time، وفي الحالة دي كل اللي بنعمله اننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الاولى وننطق الكلمتين بدون حذف او اضافة اي اصوات، يعني بنقول long time long time. بعد كده time منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه no، وفي الحالة دي كل اللي بنعمله اننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الاولى وننطق الكلمتين بدون حذف او اضافة اي اصوات، يعني بنقول time no long time no. بعد كده no منتهية بصوت متحرك، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن see، وبالتالي هننطق كل كلمة لوحدها بدون حذف أو إضافة أي أصوات. no see long time no see long time no see. بعد كده house منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه life، وفي الحالة دي كل اللي بنعمله اننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الاولى وننطق الكلمتين بدون حذف او اضافة اي اصوات، يعني بنقول how's life long time no see how's life long time no see how's life. السؤال اللي بعد كده، بنستخدم الصيغة دي مع شخص انت ما شفتهوش بقالك كتير. في البداية خلينا ننطق كل كلمة لوحدها. it's been a while how's it going. يلا نشوف ازاي هنربط بينهم. اول حاجة it's منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه been، وفي الحالة دي كل اللي بنعمله اننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الاولى وننطق الكلمتين بدون حذف او اضافة اي اصوات، يعني بنقول it's been. بعد كده been منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك اللي هي a، وفي الحالة دي بنشيل الصوت الساكن من نهاية الكلمة الأولى ونحطه في بداية الكلمة التانية. بنا بنا it's been، ودي منتهية بصوت متحرك، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن while، وبالتالي هننطق كل كلمة لوحدها بدون حذف أو إضافة أي أصوات. it's been a while it's been a while it's been a while. بعد كده house منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك اللي هي it، وفي الحالة دي بنشيل الصوت الساكن من نهاية الكلمة الأولى ونحطه في بداية الكلمة التانية. how's it، ودي منتهية ب t وقبلها صوت متحرك، جاء بعدها going، ودي بادئة بصوت ساكن، وفي الحالة دي بإمكانك تحول صوت التي للصوت الساكن اللي موجود في بداية الكلمة التانية، وبكده يكون النطق how's it going it's been a while how's it going. تقريبا دي كل الأسئلة اللي بنستخدمها لما نيجي نبدأ محادثة مع شخص. يلا بقى نشوف ازاي بنرد. بإمكانك ترد بحاجة بسيطة زي كده. في البداية خلينا ننطق كل كلمة لوحدها. fine okay alright. خلينا نشوف ازاي بننطقهم. أول حاجة منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه fine، وفي الحالة دي كل اللي بنعمله اننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الاولى وننطق الكلمتين بدون حذف او اضافة اي اصوات، يعني بنقول I'm fine، وممكن ما تقولش وترد ب fine. بعد كده منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك اللي هي اوكي، وفي الحالة دي بنشيل الصوت الساكن من نهاية الكلمة الاولى ونحطه في بداية الكلمة التانية. I'm okay. بعد كده منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك اللي هي alright، وفي الحالة دي بنشيل الصوت الساكن من نهاية الكلمة الأولى ونحطه في بداية الكلمة التانية. I'm alright. وممكن ترد ب doing
great أو well. خلينا نشوف إزاي بننطقهم. أول حاجة منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه doing، وفي الحالة دي كل اللي بنعمله إننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الأولى وننطق الكلمتين بدون حذف أو إضافة أي أصوات. يعني بنقول I'm doing، بعد كده doing منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه great، وفي الحالة دي كل اللي بنعمله إننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الأولى وننطق الكلمتين بدون حذف أو إضافة أي أصوات. يعني بنقول doing great، I'm doing great، وكذلك I'm doing well. وممكن ترد بيه pretty good. أول حاجة pretty منتهية بصوت متحرك، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن good، وبالتالي هننطق كل كلمة لوحدها بدون حذف أو إضافة أي أصوات pretty good pretty good. ولو انت متضايق شوية بإمكانك تقول not bad. كلمة not منتهية ب t وقبلها صوت متحرك، جاء بعدها bad، ودي بادئة بصوت ساكن، وفي الحالة دي بإمكانك تحول صوت الت للصوت الساكن اللي موجود في بداية الكلمة التانية، وبكده يكون النطق not bad not bad. وممكن ترد ب can't complain. كلمة can't منتهية ب t وقبلها صوت ساكن، جاء بعدها complain، ودي بادئة بصوت ساكن، وفي الحالة دي بنحذف صوت التي خالص ونحط سكون على الصوت الساكن اللي قبله، وبكده يكون النطق can complain can complain. وممكن ترد ب of been better. أول حاجة of منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه been، وفي الحالة دي كل اللي بنعمله إننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الأولى وننطق الكلمتين بدون حذف أو إضافة أي أصوات. يعني بنقول I've been، بعد كده been منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه better، وفي الحالة دي كل اللي بنعمله إننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الأولى وننطق الكلمتين بدون حذف أو إضافة أي أصوات. يعني بنقول been better I've been better I've been better. وممكن ترد ب it could be worse. كلمة it منتهية ب t وقبلها صوت متحرك، جاء بعدها could، ودي بادئة بصوت ساكن، وفي الحالة دي بإمكانك تحول صوت الت للصوت الساكن اللي موجود في بداية الكلمة التانية، وبكده يكون النطق it could، بعد كده could منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه B، وفي الحالة دي كل اللي بنعمله إننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الأولى وننطق الكلمتين بدون حذف أو إضافة أي أصوات. يعني بنقول could be. لو خدت بالك could منتهية بصوت الدي، وده أحد الأصوات اللي stop consonant الستة، والأصوات الساكنة اللي من النوع ده لما بنقف عليهم يعني بنحط عليهم سكون ما بيبانوش أثناء النطق. يعني بنقول could be could be. وممكن تسهل على نفسك في المثال ده وتحول الدي لبي، وبكده هتنطق الكلمتين بصورة متصلة وبدون أي فواصل وكأنهم بيشتركوا في صوت البي. يعني بنقول could be، بعد كده بي منتهية بصوت متحرك، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن worse، وبالتالي هننطق كل كلمة لوحدها بدون حذف أو إضافة أي أصوات be worse it could be worse it could be worse. وبعد ما تجاوب لازم تسأل الشخص اللي قدامك عن حالته هو كمان. يعني بتقول أنا كويس وإنت؟ أنا تمام وإنت إيه الأخبار؟ بنعمل كده بأكتر من طريقة. أول طريقة how about you. أول حاجة how منتهية بالصوت المتحرك أو sound، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك اللي هي about، وطبعا ما ينفعش صوتين متحركين يجوا ورا بعض، وبالتالي هنضيف صوت ساكن من عندنا عشان نفصل بين الصوتين المتحركين دول. الصوت الساكن اللي بنضيفه بيتحدد على أساس الصوت المتحرك اللي جاء في نهاية الكلمة الأولى اللي هو أو sound، وده بينطق أو منتهي بواو، وعشان كده هنضيف واو ساكنة في بداية الكلمة التانية اللي هو صوت W، وبكده يكون النطق how about. بعد كده about منتهية بصوت T، جاء بعدها you، وفي الحالة دي قدامك خيارين، بإمكانك تحول التي لهمزة وتقول about you. والخيار التاني هتشبك التي والواي وتحولهم لصوت تشا وتقول about you.
وممكن تستخدم حاجة تانية خالص غير السؤال ده اللي هي and you، ودي بتتنطق بطريقتين. الطريقة الأولى and منتهية بصوت الدي جا بعدها you، وفي الحالة دي بنشبك الدي والواي وتحولهم لصوت جا وتقول and you and you. الطريقة التانية للنطق بقى ودي الأكثر شيوعا كلمة and. أول حاجة هنحذف صوت الدي، بعد كده هنخفف الصوت المتحرك اللي في بدايتها لشوا، ودي لما بتيجي في بداية الكلمة بيبقى وقتها قليل خالص، يعني ما بتقولش an، بتقول أن، ودي منتهية بصوت ساكن جا بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه you. وفي الحالة دي كل اللي بنعمله إننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الأولى وننطق الكلمتين بدون حذف أو إضافة أي أصوات، يعني بنقول and you and you. How you doing? How you doing? How have you been? How have you been? How you been? How you been? How's it going? How's it going? What's up? What's up? I'm good. How about you? I'm good. How about you? Pretty good. Pretty good. Can't complain. Can't complain. I'm all right. I'm all right. I've been better. Hey, how you doing? I'm okay. How about you? Hey, how you been? Good. And you? Can't complain. What's up? Pretty good. Hey, how's it going? Not bad. How about you? احنا جمعنا لك اكتر من 3000 جملة مستخدمين في حياتك اليومية وقسمناهم ل 30 موقف. بندربك على المواقف دي بنطق صحيح، النطق اللي انت هتسمعه في ارض الواقع. بتعيش الموقف معانا كأنه حقيقي عشان لما تتحط فيه تبقى جاهز انك تفهم اي حد بيكلمك بلهجة، وتبقى جاهز انك ترد عليه بسرعة وبنطق سليم عشان انت متدرب على كل الجمل اللي في الموقف ده. هتلاقي الجمل في التطبيق بالشكل ده. في أول سطر هتلاقي الجملة مكتوبة بالحروف وتحتها نطق كل كلمة منفصلة برموز الأصوات، وفي الآخر خالص هتلاقي النطق النهائي للجملة على بعضها بصورة متصلة بعد ما طبقنا قواعد وصل الكلام، يعني الأصوات اللي المفروض تتحذف حذفناها، والأصوات اللي المفروض تتحول من صوت لصوت حولناها، وهكذا. يعني ده النطق النهائي للجملة، النطق اللي انت هتسمعه في أرض الواقع بالفعل. لو ضغطت على الجملة اللي فوق هتتنطق لك بسرعة وبلهجة أمريكية سليمة. خلينا نجرب. Would you like a cup of tea؟ ولو ضغطت على كلمة تدريب اللي تحت دي هتتنطق لك الجملة ببطء وتمشي معاك خطوة بخطوة عشان تعرفك ازاي وصلت للنطق ده. خلينا نجرب. Would you Would you like Would you like a Would you like a cup Would you like a cup of Would you like a cup of tea؟ بتتدرب على كل الجمل المستخدمة في حياتك اليومية في المواقف دي بنفس الشكل كده. يعني تخيل واحد صاحبك جاي لك كده وانت عايز تقوله تشرب حاجة أو تشرب شاي. Can I get you something to drink؟ أو Would you like a cup of tea؟ هو هيرد عليك يقول لك إيه؟ لو بيحب الشاي هيقول لك يا ريت والله. I would love that. Thank you. فأنت تسأله بتحب الشاي إزاي؟ خفيف ولا تقيل؟ كم معلقة سكر؟ How do you like your tea? Weak or strong؟ لو هو بيشرب خفيف و4 معالق سكر مثلا weak with 4 teaspoons of sugar. لو بيحبه تقيل ومن غير سكر مثلا strong without sugar. طب لو ما بيحبش الشاي خالص هيقول ايه؟ No, I don't drink tea. Thank you. فانت تعرض عليه مشروب تاني، قهوة مثلا. Okay, how about some coffee؟ بتحب تشرب القهوة ازاي؟ How do you like your coffee? Black coffee, white coffee، وهكذا. هيوصف لك المشروب بتاعه ايا كان ايه، هتعمله وتجيبه له تقول له here you are. طبعا هتتعلم المشاريب كلها معانا في الكورس، وهتتعلم ازاي تطلب المشروب بتاعك. بعد ما بتخلص الكورس ده بيكون معاك حصيلة من الجمل والكلمات كبيرة جدا، أكتر من 3000 جملة و7000 كلمة مستخدمين في حياتك اليومية. الجمل دي بتخليك تتكلم في إطار حياتك اليومية بكل طلاقة وبلهجة أمريكية سليمة. بتقدر تسمع الشخص اللي بيكلمك بوضوح وبتفهمه بدون أي مشاكل عشان انت عارف الجملة اللي هو بيستخدمها ومتدرب على النطق اللي هو بينطق بيه، وبتكون قادر انك ترد عليه بسرعة كمان عشان انت متدرب على كل الجمل اللي بتستخدم في الموقف ده ومريت بيه كتير. وانت بتتدرب على المحادثة بإمكانك تدرس الجرامر عشان تتعلم ازاي بتكون الجملة وتتعلم الأزمنة واستخداماتها، وبكده تكون جمل جديدة وتضيفها لحصيلتك اللغوية. ما تنساش تتفرج على عرض محتوى الكورسات اللي بنقدمها في الجرامر. لو حابب تشوف عرض شامل للمحتوى بتاعنا وطريقة الشرح وازاي هنخليك تتكلم انجليزي بطلاقة، بإمكانك تشوف المحاضرة المجانية الموجودة على الموقع بتاعنا perfectioncourses.com أو من خلال التطبيق بتاعنا Perfection.